السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي كويزين جوليا مع وصفة جديدة إن شاء الله. أول حاجة نشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم وعلى تشجيعاتكم ليا، وكنقول للبنات الجداد مرحبا بكم في القناة ديالي، وكنقول للبنات اللي يلاه التحقوا اللي يلاه شافوا الفيديو او لاشين ديالي يضغطوا على زر الاشتراك باش هكا يكون يوصلهم اي جديد ديالي ان شاء الله. وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم بسطيله ديال الحوت بورق الفيلو، ماشي بورق البسطيله ولكن غنقدمها بورق الفيلو. عندي هنايا ندوزو ان شاء الله المقادير. عندي هنايا كيلو ديال الحوت الابيض، انا اختاريت هنايا هذا النوع واختاريت هذا النوع. المهم هادو فيهم كيلو شي حاجه، المهم ما كانش كيلو ونص ولكن كيلو 100 غرام كيلو 200 غرام اللي فيهم بجوج اختاريتهم. اختاريت انا هذا الشكل. عندي هنايا علبه ديال الفطر المعلب، واللي عندها الفطر الطري احسن غادي يجي احسن. عندي هنايا كيلو لارب ديال الكروفيت. عندي هنايا كيلو لارب ديال الكروفيت، وعندي هنايا الكالامار، عندي حتى هو كيلو لارب ديال الكالامار. انا مازال ما قطعته ولا عاد نقطعو، المهم انا خديته على هذا الشكل ولكن انا غادي نقطعو معكم. المهم هادو هما ديال المكونات ديال السمك. دابا غادي التتبيله، ندوزو للتتبيله. عندي هنايا كميه ديال المعدنوس القزبور وعندي هنايا كميه ديال الحامض مصير. عندي هنايا فصوص الثوم، عندي 4 ديال فصوص الثوم. عندي هنايا الهريسه، ديروا نتوما الكميه على حسب المذاق ديال كل وحده. المهم عندي هنايا الهريسه، عندي زيت البلديه، عندي الحامض، عندي صوص صوجا، وعندي الملح، عندي هذه توابل السمك، وعندي هنايا البابريكا او فلفله حمراء، وعندي هنايا القليل من الابزار، ماشي قليل يعني الابزار. وانا اختاريت نديرها معكم هاد الشعريه ديال الروز، ماشي العاديه، المهم هذه ديال الروز هي اللي كتعجبني فيها الصراحه، كيجيني المذاق ديالها زوين شويه على الاخرى. المهم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله لهاد البسطيله. ونسيت معكم الفرomاج والزبده باش ندهنو الورقه، حيت ما عنديش البلاصه فين نحطهم فحطيتهم جانبا. دابا غادي ندوز معكم. اول حاجه نحضرها معكم هي الشرموله اللي باش نشرمل هاد العناصر باش كل حاجه نطيبها بوحدها. دابا غادي نحضر شرموله كما قلت لكم. هنايا عندي كميه ديال التربيع، نوضعها على هذا الشكل. غنضيف عليها فصوص الثوم 4، وعندي هنايا الحامض مصير حتى هو على هذا الشكل. عندي هنايا كميه قليله ديال الهريسه. المهم كميه كتبقى على حسب المذاق ديالكم. انا ما كنكثرش حيت وليداتي مازالين صغار، ما كنكثرش الهريسه بزاف، ما كنقدروش عليها. عندي هنايا توابل ديال السمك اللي ما متوفراش عندها دير التوابل العاديه ديالها. المهم هذه هي انا كندير. المهم هذه الكميه. عندي هنايا صوص صوجا. انا عصير الحامض صراحه راه كنديرو حتى نبغي نشحر كل حاجه بوحدها عاد كندير الحامض، وديك الساعات كنولي نزيد الا بقى شي حاجه ديال صوص صوجا ولا. المهم عندي هنايا كميه ديال الفلفل الاحمر. عندي هنايا البابريكا. عندي الملح، غنضيف الكميه ديال الملح. كميه ديال الملح كتبقى اختياريه، المهم انا ضروري كنضيف شويه الملح. نضيف قليل من الزيت البلديه، الزيت البلديه هنا. نضيف قليل ديال الحامض
المهم انا ما كنضيفش هنايا بزاف، لان كنبغي الحامض يجي فيه كثير. فاش نكون كنشحر كل حاجه بوحدها كيعجبني تجي الحاجه محمضه. المهم انا نطحن العناصر كامله. صافي البنات انا طحنت العناصر. دابا غادي ندوز باش نشرمل هاد الحوت الابيض باش ندخلوه للفران. هذا كنطيبو في الفران، ما كنقليش ما كنشحروش لانه كيطلق الماء بزاف، فالفران كيجي فيه احسن. صافي البنات المهم دابا من بعد ما طحنت شرموله كتجي على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ هذا الحوت غادي نبدا نشرمل فيه ونحطو يطيب في الفرن على هذا الشكل. كتجي زوينه البنات بهذا ورق الفيلو، كتجي رائعه وكتجي مبتله ماشي بحال البسطيله العاديه. حنايا هنايا ما عندناش متوفره الورقه ديال المغرب، يعني كنديروها في عوضها، كندير ورق الفيلو كتجي نتيجه رائعه حتى هي، كتجي مقرمشه، كتجي حتى هي لذيذه. المهم على هذا الشكل انا كنشرملهم هكا وكنوضعهم في لاطه باش ندخلهم الفرن. انا كما قلت لكم هنايا انا اختاريت جوج الانواع ديال هذا الفيلي ديال الحوت، هما اللي عندي متوفرين وهما اللي اختارت، وكيجيو اصلا كيجيو بنان، يعني ما فيهم ما تنقي، ما تحتاجيش تنقيهم من العظام ولا شي حاجه، يعني كيبقاو كيجيو لذاذ وساهلين. انا ديجا راني مسخنه الفران، سخنت الفران وخليته غير باش نوجد معاكم صافي نحطهم في الفران. لاطه ما هزاتهمش ليا كاملين، نحاول نزير. راه البنات كيطلق الماء، داكشي اللي قلت لكم من الاحسن هذا الشكل ما خصوش يتقلم، ما خصوش يتشحر في المقله، يعني ضروري خاصو الفران. المهم هكا على هذا الشكل. المهم انا غندخلهم دابا الفران وغادي ندوز باش نكمل معكم ان شاء الله الطريقه ديال نسيت ما درت عليهم. انا ضروري غادي ندير عليهم شويه ديال القطرات ديال الحامض، انا كيعجبني الحامض في الحوت، غادي ندير عليهم شويه ديال القطرات الحامض وان شاء الله وندخلهم الفران ونتلاقى معكم ان شاء الله. دابا البنات من بعد ما رديت السمك الابيض يطيب في الفرن، هنا راني قطعت كما كتشوفوا، راني قطعت هاد الكالامار قطعته. دابا غادي ندوز على بركه الله باش نشحرو. المهم انا كنوضع القليل ديال الزيت البلديه، انا هنايا كنخدم الزيت البلديه باش تبقى بسطيله بلديه. المهم هاد النهار صاوبنا بسطيله بلديه، انا مولفه كنصاوبها الصراحه هذيك الخفيفه يعني، ولكن بعض المرات الواحد كيتشهى هكا بسطيله بلديه على حقها وطريقها، فضروري يحضرها. نسيت ما قلت لكم في المقادير، انا راه كنزيد فيها حتى السوريمي. انا عندي هنايا هاد سميتو ديال السوريمي، عندي فيها هنايا 500 غرام، يعني نص كيلو، هي 500 غرام، ولكن ما نوضعهاش كامله، غادي ندير بحال هكا 250 غرام هكا مزيانه تجي فيها مزيانه. المهم انا وضعت معكم هاد الكميه البنات، وانتم البنات اللي بغات تضاعف الكميه تضاعفها. المهم دابا درت الزيت يطيب يسخن، غادي نوضع الكميه ديال الشرموله وغادي نوضع كميه ديال الكالامار، هاد الكميه كامله غادي نوضعها، نزيد شويه الشرموله. دابا غادي نبدا نشحر فيهم. هنا البنات ها هو كيتشحر، ردوا لي البال راه هو ما خصوش يتشحر بزاف باش ما يقصاحش، هذا هو السر باش كيجي هاد الكالامار زوين. انا هنايا راه هاد العصير صراحه ما كيقنعنيش، انا ماشي بحال العصير طبيعي، كيحمقني عصير طبيعي. عصير الحامض كيعجبني، كيجي المذاق ديالو الصراحه رائع، ما كيقنعنيش انا داك القراعي، وانا الحوت خصو يجي ضروري محمض.
ضروري معصره ديال الحامض طبيعي، خصها تكون ضروري. المهم كنكمل على هذا الشكل، كتشحروا مزيان. وهذا الماء البنات كنحتفظوا به، نزيد شويه ديال الشرموله كانت لي قليله. هذا المرق هذا اللي غادي نديرو راه غادي نصفيه وغادي نحتفظ به باش به غادي نصاوب هاد الشعريه ديال الروز به غادي نحضرها ان شاء الله. المهم البنات بالنسبه لهكا البنات اللي في اوروبا ما كيتوفروش على ورقه البسطيله وكيتشهاو هكا بسطيله، يديروها بورق الفيلو حتى هي كتجي رائعه، ما نذكروش عليها، كتجي يعني بالتجربه. انا كنديرها حتى في بسطيله ديال الدجاج كتجي فيها رائعه، وكندير بها حتى بسيطلات صغيورين في رمضان، فهذا راه كتجي رائعه. المهم البنات انا غادي نستمر هكا وغادي نتلاقى معكم باش نصفي. المهم انا اختاريت معكم قلت لكم هاد الانواع ديال السمك، وانتم غادي تختاروا الانواع اللي كتعجبكم في المذاق ولا مولفين كتخدموا بها، هي اللي غادي تستعملوا. ولكن انا الكروفيت والكالامار ضروري يكونوا في بسطيله، يعني ضروري، حاجه ضروريه ما نذكروش عليها، انهم باش كتجي بسطيله زوينه ولذيذه وكتجي تا عامره. دابا نقصت الكميه، راه كنت غادي نحضرها البارح الصراحه للضيوف، كانوا غيجيو عندي شي ناس ما كتبش الله ضيوف عندهم شي ظروف ديال العمل، صافي نقصت الكميه غير ليا انا وليداتي، يعني هاد الكميه راه كافيه. ما راه هي الصراحه الا بغيتو ديروا بسطيله كبيره راه هاد الكميه ما كافياش، ولكن انا بالنسبه لي انا وليداتي يعني بركه علينا. صافي البنات هنايا راه طاب، المهم عافيه مهيله وما يفوتش في الطياب. صافي كنصفيه دابا، كنصفيه على هذا الشكل نفس المقلانيت. كنولي نوضع فيها الزيت البلديه، كنوضع فيها الكروفيت كميه كامله ديال الكروفيت، كنوضع فيها كميه ديال الشرموله. هنا كتبت شرموله يعني راه غتبقى ليا هكا، وكنخليه يتشحر على خاطرو. اكيد عشرة ديال الحامض كنزيدها حتى هي بحال العظام، ضروري معصره د الحامض في الحوت كتجي زوينه. صافي وكنخليه يتشحر حتى هو البنات ما تفوتوش فيه الطياب، لان بحال الكروفيت والكالامار ما كيبغيوش الطياب بزاف باش ما كيجيوش قاصحين، حتى الا خليتوهم قصاحوا راه ما كتجيش نتيجه زوينه في البسطيله. المهم كنخليهم انا على هذا الشكل، نزيد شويه شرموله. المهم هذا المرق البنات ما تلوحوش، راه هنا كيبقى مصفي، ما تلوحوش، راه غادي نصاوب به الشعريه ديال الرز. صافي كنخليه هكا كيطيب، ومن بعد غادي نتلاقى معكم باش نولي نشحر الشامبينيون اللي بقاو. صافي البنات هنا راه تشحر ليا هاد الكروفيت حتى هو، كنوضعو فوق الكالامار كنصفيه. انا قلت لكم راه الماء كنحتفظوا به ديال الكروفيت وديال الكالامار كنحتفظوا بالماء ديالهم بجوج، كنوليو نستعملوهم. هنا نفس العمليه، كنوضع القليل ديال زيت الزيتون. هنا كنوضع هاد الشامبينيون. انا قلت لكم انا ما عنديش طري، انا هنايا درت غير المعلب فقط. صافي كنوضع فوق منه قليل ديال الشرموله. كتجي البنات هاد البسطيله كتجي كتكامل، هاي كتكاملني بسطيله د الحوت، ولكن كتعجبني كتجي بنينه. صافي كنبدا نشحر فيهم ونوضعهم نيت فوق هاد الكالامار والكروفيت. صافي
وغندوز باش نحضر معكم ان شاء الله دابا الشعريه، نوريكم الطريقه ديالها. صافي البنات، دابا من بعد ما حيت ديك الشامبينيون نفس المقلانيت كنوضع فيها كميه ديال الماء، كنوضع فيها كميه ديال الماء، كناخذ داك المرق، كناخذ داك المرق اللي ديال السمك كنوضعوه هنا في نفس المقلانيت، كنخليه يدفى، كنزيد الملح، القليل ديال الملح، صافي كنزيد القليل ديال الملح على حسب الكميه على حسب الذوق. المهم غير يدفى غادي نوضع فيه هاد الشعريه ديال الروز، ما نديرهاش كامله، ندير فقط النصف ديالها. غنوضعها فيها ونخليها هي تشرب داك المرق، يعني هاد المرق كله خاصها تشربو هكا. صافي ديك الساعات غادي نقطعها، نصفيها نقطعها ونخدم بها معكم. انا هذه هي الطريقه ديالي لهاد الفيرميسيل او هاد الشعريه ديال الروز. هذه هي الطريقه ديالي ليها، يعني كتجي بنينه بزاف، كيجي فيها واحد المذاق رائع، كتجي شاربه ديك النكهه ديال الحوت، كتجي شارباها بزاف. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي. نخليه دابا تطفى وغادي نوضعها ونتلاقى معكم ان شاء الله. البنات صافي انا طلقت هنايا الورقه الاولى، هما كيكونوا على هذا الشكل. كنولي نفس الطريقه باش كنولي ندير الورقه الثانيه. صافي هكا كنخليهم حتى كيتشربوا مزيان وكنخدم بهم هكا. انا كتجيني طريقه احسن وكتجيني بنينه بزاف. ما ينفعوا اتمنى نديروها غير في الماء عادي، يعني هاد الطريقه هذه كتجي افضل. هي راه حتى بالنسبه اللي عندها الوقت ديرها في هاد المرق، واخا يكون بارد، يعني غير اللي عندها الوقت. ولكن بالنسبه لي انا موجدها الغدا راه يعني خصني نوجدها ضروري، خصني ندير لها الماء دافي. المهم انا نكمل بهاد الطريقه حتى كتنزل ليا وكتشرب ليا هاد المرق مزيان، ما كيبقى والو من المرق. عاد ديك الساعات كنولي نصفيها ونخدم بها. هانتوما البنات، ها هي دي الشعريه كما خدمتها معكم. قلت لكم غير داك الماء اللي ضفت مع داك المرق صافي، يعني هما اللي عطاوني هكا هاد النتيجه. هادي راه كتجي هائله البنات، وكتجي لذيذه بزاف، يعني بلا ما نحتاجو عاد نبقى نشرمل فيها. المهم انا كنقطعها فقط بالمقص، ما كنديرش ليها الموس، غير بالمقص. راه كتجي هكا على هذا الشكل، نقطع فيها غير بالمقص صافي حتى كتقطع كامله وكنا نخدم بها. المهم البنات انا هاد الطريقه هي اللي كندير لها. نتوما الا بغيتو ديروا الطريقه الاخرى ديروها. انا كنقطعها غير بالمقص، راه كتجي رائعه هكا، كتجي سخونه. المهم كتجي هكا على هذا الشكل، كتجي رائعه البنات. المهم انا غادي نكمل الحوت. ها هو دا وجد، انا نجيبو نوري لكم. المهم الحوت هو هذا راه وجد. دابا غادي نفرتو وغادي نتلاقى باش ندير معكم المونتاج ان شاء الله. صافي البنات دابا نبدا نفرتت في هذا الحوت. هو راه ما فيه لا عظم لا والو، راه الفيلي داكشي علاش كيجينا ساهل هكا. كيجي هانتوما شتي كيجي في الفران، لو كان شحرته في المقله راه ما غاديش يجي بهذه النتيجه هذه، ما غاديش يجي. كونوا متاكدين غادي يجيكم مرج. المهم انا كنخليهم شويه طريفات كبار باش يجيو مفرزين في البسطيله على هذا الشكل. المهم كيجيو لذاذ البنات، كيجيو والطريقه سهله، يعني تحتاجيش تشحريهم حتى هما. هي واخا هكاك بسطيله الحوت راه فيها الروينه، ولكن الواحد ما كيديرهاش ديما، يعني راه مره في هذاك الواحد كيديرها لوليداتو، واخا ماشي مشكل على الروينه ماشي مشكل. المهم هي تجي لذيذه.
المهم غادي نكمل انا هاد الطريقه هكا. هانتوما حتى النوع الاخر شتي كي كيجي، يعني راه دايره هنايا جوج الانواع ديال الفيلي ديال الحول ديال الحوت. هانتوما راه كيجي حتى هاد الشكل، راه كيجي هكا، كيجي رائع حتى المذاق، وحتى كيجي محيمض مع داك العصره ديال الحامض اللي كندافلو هي التاليه، كيجي محيمض بزاف. وانا هنايا راه خليته حتى شرب الماء، انا خليته حتى شرب ديك حيت هو كيطلق الماء، واخا كنديروه في الفرن ولكن كيطلق الماء، ولكن خليته حتى شرب على خاطرو وتحمر على خاطرو، عاد حيدته من الفرن. المهم انا كنكمل بهذه الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله باش ندير معكم المونتاج. هذا غادي نكمل هكا، نتلاقى معكم دابا البنات. هنا غادي ناخذ شي اناء يكون شويه واسع، غنضيف فيه هاد الفيرميسيل اللي قطعنا. غادي ندير هاد الكروفيت والكالامار ومعاهم داك الشامبينيون حتى هو، المهم كنوضعهم كاملين. هنا البنات راني احتفظت بالقليل هنا ديال السمك الابيض وقليل من السمك من الكروفيت الكالامار وشويه ديال الشامبينيون، هادو كيبقاو كطبقه اخيره. عندي هنا الفرomاج محكوك اللي كنت وريتكم قبل، هذا الحوت الابيض. زيد الكميه. هنايا غادي ناخذ القليل ديال السوريني، والقليل حتى هو غادي نحتفظ به باش نديرو كطبقه اخيره. عندي هنايا القليل ديال الفرomاج محكوك. صافي دابا كنخلط هاد العناصر كامله، كنخلطها مع هاد الفرميسيل. هكاك ممكن نخلطهم باش كتدخل حتى الا بقات هنا هكا شي حاجه تدخل ليا هكا ما قطعتهاش، قطعوها هكا. بهذا الشكل. كنخلط هاد الكميه كامله، غادي تخرج كميه صراحه كثيره. راه هنايا درت كميه كثيره الصراحه، ولكن نتوما ممكن تنقصوا، ممكن تزيدوا على حساب عدد الافراد ديال العائله. تبان لكم الطريقه. المهم هكا كندهنها نيت مزيان بالزبده، كندهنها حتى الجوانب. السر ديال هاد الورقه هو خاص تكون الزبده، ضروري تكون الزبده وخاصها تكون كثيره، يعني تحاولوا تكثروا من الزبده. المهم كنوضع ورقه اخرى هكا على هذا الشكل، هذا على هذا الشكل نقادها مزيان باش تجيني في الحد ديال هذا ديال الاطار. نقادها مزيان على هذا الشكل. هي سهله، انا بالنسبه لي انا كتجيني سهله على الورقه البسطيله. صافي البنات دابا كيجي على هذا الشكل هكا. دابا كناخذ الحشوه هذه البسطيله هذه كنعمرها هنايا مزيان. البنات كتجي رائعه هذه البسطيله. انا قلت لكم سورتو ديك هاد الفيرميسيل هذه بالطريقه باش خدمتها معكم، يعني طريقه جديده وبزاف ديال السيدات ما كيعرفوهاش. انا هذيك هي المعتمده عندي صراحه، حتى في الحشوه ديال البريوات ديال هكا في رمضان كنستعمل انا هاد الطريقه اكثريه. المهم هكا صافي. دابا غادي هذه هي كتجي هكا، المهم كتجي عامره بزاف فيها الصراحه بزاف ديال السمك، يعني فيها الحوت غالب لها على سميتو على الفيرميسيل. دابا كناخذ هاد الكميه هذه ديال الحوت اللي احتفظت بها، كناخذها كامله وكنوضعها كنفرشها كطبقه اخيره هنا هكا البنات. نحاول نقاد هكا، الا كان شي طرف كبير ولا هذا، حيت قطعت انا الحوت طراف كبار، نقصوا منه وديروا في جهه اخرى. المهم حتى كتقاد هكا.
صافي دابا غادي ناخذ هاد السوريمي هذا حتى هو كنوضعوه هكا. بنات كتجي رائعه الصراحه، كتجي رائعه وخصوصا هكا الا كانوا عندك شي ضياف ولا هذا كتحمر الوجه الصراحه، كتحمر الوجه. دابا كناخذ طبقه اخيره اللي هي الفخوماج، كنديرو هكا. كندير طبقه ديال الفخوماج حيت مازال غادي ندير نزينها بالفخوماج من الفوق. المهم كندير هاد الطبقه مع ديجا راني وضعت في الحشوه شويه ديال الفخوماج. صافي دابا هذه هي البسطيله. المهم كتجي على هذا الشكل البنات. انا نقرب لكم كتجي هكا. صحيحه هكا، هذه صحيحه. صافي هذه هي الورقه الاخيره اللي غادي نلمط بها، يعني هي اللي غادي تكون الاخيره. صافي البنات هكا كما شفتوا كندخلها كنولي نجمع الاطار. هانتوما شفتوا كتجي نتيجه رائعه كما قلت لكم وطريقه سهله بزاف. انا قلت لكم انا الاطار كيعجبني في الخدمه. صافي وكندهن بالزبده وكندخل الفرن. طريقه سهله الصراحه، طريقه سهله ونتيجه اكيد مرضيه. بالنسبه للزبده نتوما على حسب الورقه اللي استعملتو. البنات هذا هو الطبق اللي حضرت معاكم. هذه هي بسطيله بلديه لاحقه وطريقها بلديه 100% بلديه. كتجي رائعه البنات كما كتشوفوا. شوفوا ورقه الفيلو كي كتجي البنات محمره ومقرمله بزاف بزاف. وكنقول لكم البنات اللي ما كيزعموش على ورقه الفيلو غير يزعموا عليها، راه كتجي في البسطيلات رائعه البنات، كتجي رائعه رائعه ونتيجه مرضيه. يعني اللي ما كتوفروش على ورقه البسطيله فورقه الفيلو راه كتعوض كلشي. هنا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا هنا زينتها بطريفات ديال الحامض في الجوانب ودرت لهم شويه ديال السوريمي، طريفات ديال السوريمي في الجوانب حتى هما. هنا في الوسط اكتفيت ندير القليل من الكروفيت مشحر في زيت الزيتون، قليل من عصير الحامض، ابزار وملح. صافي وكنوضعو في الوسط فاش كيتشحر. هنايا درت شويه ديال الفرomاج وفي الجوانب درت الخس مع لي طوماط سوريز. انا ديما كيعجبني الخس مع لي طوماط سوريز، كيعجبوني الالوان في هاد الاطباق، كيعجبوني الالوان لان العين اللي كتاكل قبل ما ناكلو حنا راه كتاكل العين. وكنتمنى يكون خفيف على قلوبكم، كنتمنى تكون تنال الاعجاب ديالكم هاد البسطيله وتنال الارضاء ديالكم، وكنتمنى منكم تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في الكومونتير. كنقول للبنات الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه مرحبا بكم والف مرحبا. وكنقول لكم البنات القدام شكرا بزاف على تشجيعاتكم، وشكرا على لي كومونتير زوينين، شكرا على انتقاداتكم. وكنقول لكم مع السلامه مع فيديو قادم ان شاء الله ووصفه جديده.